السلام عليكم. كتبدا القصه ديال الفيلم ديالنا اليوم بواحد البنت سميتها سمر كتكون غاديه لواحد الحفله، وهاد الاحداث كتكون واقعه في 2004. كتكون حزينه بزاف على صاحبتها ايمي حيتاش تقتلت لانه كاين واحد القاتل متسلسل في المدينه. تما كتلاقى بواحد الصديق ديالها اللي سميتو كولين، وكيكون كيواسي فيها على صاحبتها وكيعطيها واحد الرساله. وكيجي واحد سميتو ايسن كيقاطعهم وكيدخلوا الحفله مجموعين. كيحس كولين بلي راه سمر ما مسوقاش ليه وكيكعى وكيمشي. البوليس ديال هاد البلاصه كيسمعوا بلا راه كاينه واحد الحفله في وقت متاخر كيمشيو ليهم. كاين ايسن كيقول الناس اللي في الحفله باللي اللي تقتلوا صحابهم وخاص هاد القاتل يتحاسب على هادشي اللي دار وخاصهم يردوا البال. وبلا ما يرد البال هو كيتخوى ليه الشرب على حوايج سمر. كتخليه سمر وكتمشي باش تغسل حوايجها، وهنا كيجي ليها القاتل. كتبدا تحاول تهرب منه وتطلع باش تعيط لصحابها يعاونوها وفكوها منه، ولكن حتى حد ما كيسمعها بسبب الضجيج والمزيكا والصداع. واش غادي يقول لها عقلها غادي تمشي تخبى في واحد الحظيره. كيسمعها خونا القاتل وكيشدها وكيضربها كيصفيها ليها. في سنه 2024 اللي هو الحاضر كنشوفوا واحد البنت سميتها لوسي حزينه بزاف، وهاد خوتنا غتكون هي اخت سمر اللي ماتت، وكتكون كتفكر باللي كاينه فرصه انها ترجع للزمن اللور، ولكن ما عارفاش كيفاش غادي دير ليها. وكتجيها واحد الرساله من وكاله النازا وكتقول لها بلا راه خاصها تمشي تستاجي تما. موراها كتمشي للمدرسه اللي كانت فيها اختها، وتما كتلاقى مع واحد الاستاذ سميتو فليمينغ وكتوريه الخبر وكيفرحوا بزاف. كيسولها واش قالتها لدارهم، كتقول ليه لا حيت خايفين عليها بزاف، وكيقول لها بلا راه خاصها تفكر مزيان في المستقبل ديالها. من بعد كتمشي هي للدار وكتدخل البيت ديال اختها سمر وكتبدا تشوف الذكريات ديال اختها. واحد شويه غادي تلقى شي رسائل مخبين تحت الارض وفيها حرف واحد ديال السميه اللي مصيفطهم. كتجي ما كتقول لها بلا راه خاصهم يمشيو ياكلوا. كيجلسوا في الطابله مجموعين وكتبان امهم بحال مقلقه واحد شويه. خوتنا لوسي كتجبد معاهم الموضوع ديال النازا، والعائله كيتفاجئوا وكيقولوا لها من الاحسن انها ما تمشيش حيت خايفين عليها من داك السفاح. وكيعرض عليها باها باش تجي تضرب في الشركه اللي خدام فيها هو واللي سميتها سونار، ولكن هي بحال ما تعجبهاش الحال وكتكعى. من موراها كيمشيو باش يزوروا سمر. ملي كيكونوا تما لوسي كتخليهم وكتمشي للطوموبيل ديالهم، وتما كتسمع واحد الصوت في شكل وكتشوف الضوء جاي من تما. كتمشي تشوف وهي مخلوعه وكلها كتقفقف، وكتشوف واحد الاله في شكل. ملي كتخدمها كتلقى مكتوب عليها التاريخ اللي ماتت فيه ايمي واصدقاء سمر كاملين، وكتكون من صنع شركه سونار اللي خدام فيها باها. كترجع لسنه 2004. ملي كتخرج كتلقى باللي المدينه في شكل والجو تبدل عليها. ما كتيقش هي هادشي. كتدخل للمدرسه باش تهضر مع الاستاذ اللي تما، حتى غادي تشوف اختها سمر وصحابها عايشين. وكتلاحظ بلي ايسن كيحاول يهضر مع سمر ولكن هي كتخليه وكتمشي. من بعد خوتنا لوسي كتمشي عند الاستاذ فيليمين وكتسولو على الرجوع للزمن واش ممكن، وكيقول لها هو بلا راه هادشي راه مستحيل، ولكن كيقاطعهم كولون وكيقول لها بلا راه ممكن. ملي كتبغي تخرج كتسمع بلي ايسن وصحابو هازين كولون بغاو يلوحوا في واحد النهر زعما التقشاب وداكشي، ولكن هي كتحبسهم. وكيطيح ايسن وكيجي المدير وكيفرتك الشقله. من بعد كيشكرها كولون وكطلب منه المساعده وكتشرح ليه بلي راه هي جايه من المستقبل. طبيعه الحال اي عقل في الاول راه ما غاديش يتيقها، وكيقول لها بغيت الدليل على هاد الهضره اللي كتقولي. من بعد خوتنا كتوريه في التليفون وكتجي سمر عند كولون وكتطلب منه السماحه على داكشي اللي دار ليه ايسن، وكتطلب منه باش يعاونها في المراجعه. وكتقول لوسي بلي راه فايته شايفاها في شي بلاصه وكتمشي. من بعد لوسي كتوري لكولون الاله وكتقول ليه بلي راه مثبته على تاريخ 16 ابريل. كيديو الاله لدار كولون وكيلقاو بلي راه خاصها الطاقه باش تخدم، وباش يشارجيوها خاص يمشيو للشركه اللي سميتها سونار اللي خدام فيها بات سامر. وكتقول ليه بلي هي الا كانت عارفه شي حاجه خايبه غتوقع في شي بلاصه خاصها تمشي وتصرف، ولكن كينصحها كولون وكيقول لها ما خاصهاش تبدل الماضي. كتطلب منه باش يوصلها للدار ديال سامر. ملي كيوصلوا كتكون سامر كتهضر مع ايمي وكتطلب منها السماحه، ولكن ايمي ما كيعجبهاش الحال وكتمشي. كتشوفهم سامر وكيقول لها كولون باللي لوسي اللي غتعاونها في المراجعه اليوم، وكيدخلوا كتجلس معاهم في الطابله. وكتلاحظ لوسي باللي امها كتبغي سامر بزاف وكتبغي تدوز الوقت غير معاها. موراها كتحس لوسي بالندامه حيت بغات تغير الماضي، وكتجي عندها سامر وكتقول لها ما تقلقيش من هادشي اللي تقال، حيت شافت امها كتغوت عليها وقالت لها بلي امها كتعامل معاها بقسوه بسبب النقاط ديال الامتحانات. كتقول لها لوسي بلي راه حتى هي كتعيش نفس الحوايج مع امها. كتستغرب سامر من حوايج لوسي وكتقول لها بلي راه غتلبسها على الموضه. ولوسي كتعرف بلي فالو براين في المول وغيكون هذا هو الوقت اللي غيموتوا فيه. كتخلي سامر وكتمشي للمول. تما كتكون فال كتقيس شي حوايج ومعها براين، وكتلاقى مع كولون وكتقول ليه واش شفتي فال وبراين فين كاينين. كيقول لها بلا راه هما كاينين في الطبقه الثالثه. في هذا
الوقت كيكون داك السفاح وصل وطفى الضوء وكيقتل براين. ملي كتخرج فال كتصدم وكتلقى صاحبتها براين ميته، كتحاول انها تهرب وكتجي لوسي كتبغي تهربها، ولكن خونا السفاح كيقتل فال حتى هي. موراها كيجي الامن وكيشدوا السفاح وكيقتلوا حتى هو، وكيجي كولون وكيهربها قبل ما يقتلها حتى هي. كيخبيها وكتقول لي باللي غير ما زادت رونتها وباللي البوليسي ما كانش خاصو يموت. وكولون كيسول لوسي وكيقول لها واش كيشدوا السفاح في المستقبل ولا لا، وكتقول لي هي بلا راه ما عمرهم شدوه ولا عرفوا شكون هو، وغادي تزيدوا باللي راه هي ما غتقدر تغير والو وخاصها تقاد الزمان وترجع في حالاتها. وكتمشي لوسي لدار سامار باش تهز السوارت ديال بوات سامار، وكتشوفها سامار وكتعاود لها لوسي القصه كامله، ولكن بطبيعه الحال سامار حتى هي ما غادي تطيق حتى شي كلمه من هادشي، وكتقول لها راه بغيت شي دليل على هادشي، وكتوريها الرسائل وكتصدم سامار، وكتخليها لوسي وكتمشي لعند كولون باش يقدروا يصاوبوا الاله. شويه كتجي عندهم سامار حتى هي وكيعرفوا بلي راه تيقاتهم، وكتسولها سامار على المستقبل ديالها، ولكن لوسي كتكذب عليها في الاول. من بعد كتسولها على الضحيه اللي جايه شكون هي، كتقول لها بلي راه هي ايمي، وكتقول لهم سامار بلي راه خاصهم ينقذوها وخاصهم يخططوا كيفاش ينقذوها. كتكون ايمي في المتحف وكيبداو يقلبوا عليها، وكيكون السفاح جا حتى هو، وسامار كتكون شافت ايمي وكتعيط لها ولكن ما كتسمعهاش، وكتجي لعندها وكتشوفها ايمي. والسفاح كان على شويه غادي يقتل ايمي حتى هي، ولكن هنا غادي يكونوا نجحوا في انهم يهربوها ونقذوها وداوها للدار. وكولون غادي يسول لوسي وكيقول لها شكون هي الضحيه الجايه، وكتقول ليه بلي راه هي سامار، وكيتصدم وكيقول لها بلي راه خاصك تعاودي ليها كلشي. كتمشي عندها وحسات براسها بلي راه ما خاصها تقول لها حتى شي حاجه، حيت لوسي عارفه بانها هي غادي تموت الا عتقات سامار وبدلت في الماضي. في الصباح لوسي كتسول الاب والام ديال سامار واش مازال ناويين انكم تولدوا شي بنت اخرى، وكيقولوا لها بلا سامار كافياهم. موراها كتمشي تاخذ لاكارت ديال الشركه لبوات سامار وكتمشي عند كولون تما، وتما لوسي كتشوف واحد الرساله مصيفطه كولون لسامار اللي كاتب فيها بانه باغي يخطبها. تما كيعرف باللي لوسي ما قالتهاش لسامار وكيتقلق، ومع ذلك كتمشي لوسي تعاود لسامار كلشي، وكتقول لسامار بلا لا عشتي هي ما غاديش تولد اصلا، وكيفكروا في شي خطه اللي تكون مربوحه. كتمشي سافر الحفله وكتكون مع ايسن وكتكون ناشطه بزاف، وكتمشي للحاضره اللي ماتت فيها، وتما كتمشي لوسي للشركه وكتفاجئ باللي كولون جا عندها، وغاديين يدخلوا بجوجهم للشركه. ملي كيدخلوا كيتفاجئوا باللي الحارس مقتول والماده اللي بغاو ما كايناش، يعني مسروقه. وكتقول لوسي لكولون باللي السفاح حتى هو من المستقبل وخاصهم يمشيو باش ينقذوا سامار دابا، ولكن كيكونوا تعطلوا، كيكون قتلها وشبعات موت. كيدخل فيه كولون بالطوموبيل وكيكون مازال ما ماتش. ملي كينوض السفاح كيكشف على وجهه كيكون هو كولون نيت، وكيهربوا كاملين وكيمشيو للدار ديال كولون باش يخدموا الاله ديال الزمن. كيجي كولون الشرير وكيقول باللي هو تعامل بهذه الطريقه حيت هما ما كانوش كيتسوقوا ليه نهائيا، وسامار ما كانش باغي تخطب ليه، داكشي علاش قرر انه يقتلهم. كيحاول يقتلها وهنا كولون ظريف كيهددوا باللي راه غادي يقتل راسو. في هذه اللحظه كتخدم الاله ديال الزمن وكتاخذ كولون ولوسي للمستقبل، وهنا كولون الخايب كيحاول يقتلها وكتهرب منه وكطيح في لار. ملي كيبغي يضربه هو بموس كتضربه بالضوء وكيسخف، وكتقرب منه باش تاخذ الماده اللي غتخدم بها الاله، وكيفيق وكتضربه بموس مره اخرى، وخونا غادي يموت وكترجع للماضي مره اخرى. وكتفاجئ سامار وكولون ملي رجعت عندهم عاود ثاني، وكتقول لهم باللي راه قتلت السفاح وباللي قررت تعيش معاهم في الماضي مع اختها سامار ويعيشوا في سعاده. وهنا كتسالي القصه ديال الفيلم ديالنا. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك سبسكرايب. تهلاو.